عايزة 3 مليون جنيه نفقة لولادها، وقالت في الدعوة ده بياخد فلوس وملايين كتير من أفلامه، وولادي عايزين مصاريف دراسية وغيره. زينة بتفتح النار من جديد على أحمد عز بسبب نفقة ولادها. في الساعات الأخيرة بيتصدر الترند الفنانة زينة بسبب دعوتها اللي قدمتها للمحكمة من جديد بتطالب فيها أحمد عز بزيادة النفقة بسبب المصروفات الدراسية لولادها التوأم. هتقولي إيه ده؟ هي الدعوة دي بتتجدد كل سنة؟ هقولك تقريبا زينة كل ما تلاقي نفسها فاضية ترفع دعوة عليه وتزود الفلوس لدرجة إن كل سنة النفقة بتزيد، وهقولك على مراحل تطورها واحدة واحدة. المهم إن محكمة الأسرة بمدينة نصر حددت يوم 17 ديسمبر اللي جاي موعد للنظر في أولى جلسات الدعوة اللي قدمتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، واللي طلبت فيها بزيادة نفقة ولادها شهريا بسبب المبلغ الكبير اللي أخده الفنان في فيلمه الأخير والشهير ولاد رزق. هتسأل برضو وتقول هي مش الفنانة لسه واخدة حكم ب1 مليون جنيه مصروفات دراسية لولادها؟ هقولك حصل سبق، ونفس محكمة الأسرة أصدرت حكم بإلزام أحمد عز بدفع 23,304 جنيه استرليني، يعني حوالي 1 مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة. الغريبة إن محامي زينة معتز الدكر قدم في الدعوة مذكرة تتضمن أجر الفنان أحمد عز في أفلامه الأخيرة، منهم فيلم الممر وأبو عمر المصري، ده غير طبعا الحملات الإعلانية اللي بيعملها الفنان. الموضوع مخلصش على كده، تعال أقولك إن النفقة دي مر بمراحل قد إيه وبدأت إمتى. في 2017 ألزمت محكمة الأسرة بدفع 20,000 جنيه استرليني شهريا لزينة كنفقة لولادها. في 2018 يعني بعدها بسنة واحدة دفع أحمد عز برضه حوالي 30,000 جنيه استرليني مصاريف دراسية لأطفال زينة. وفي 2021 فاجأت زينة أحمد عز بالطلب تاني، وهو زيادة النفقة ل 900,000 جنيه بسبب زيادة قيمة المصروفات الدراسية. وأخيرا في 2024 بتطالب زينة بزيادة النفقة ل 3 مليون جنيه بسبب زيادة أجر أحمد عز في أفلامه الأخيرة واللي تخطت 30 مليون جنيه. يعني ببساطة كده بتقوله أنا وراك والزمن طويل، وكل ما هتعمل حاجة هتلاقي دعوة ضدك من جديد. في النهاية ما تنساش تقول لنا في الكومنتات رأيك في القصة دي، هل ده حق زينة ولا الفنانة مزوداها شوية؟